حبايب الحلوين، اللي يغلط لازم يقول على غلطته، وإن ما قالش هيشوف الويل في دنيته. وكان ياما كان في زمان راجل غني كان يصرف قرش يجيله 2، والغني ما بقاش عارف يودي كل أمواله فين. ياه، يدهن حيطان القصر كله بالذهب، ده حتى يبقى حرام. ده المال اللي هيشتري بيه الذهب يأكل الفقراء في كل المدينة. لكن تقول لمين؟ الغني عايز الناس تعرف هو غني قد ايه. الغني عايز الناس تعرف ايه اللي تملكه ايديه. الغني قال ما تسألونيش عن السبب، الناس لازم تشوف مني العجب. هصرف من مالي وادهن حيطان قصري العالي بمية الذهب. وعشان يجيب الذهب الغني سافر 3 بلاد. في آخر بلد راح لأكبر تجار السوق وقال له سمعت انك عندك احسن ذهب في الدنيا، وكماني سمعت عنك جيت اشتري منك. عايز الذهب ليه؟ وعايز ذهب قد ايه؟ عايز الذهب ادهن بيه حيطان قصري العالي، وعايز ذهب قد ما يشتري مالي، وانا مالي كتير. التاجر في السوق اداله الذهب وقال له ادي الذهب، ادهن بيه حيطان قصرك العالي، ونجار عليك الزمان ابقى تعالالي. ضحك الغني وقال له زمان ايه اللي يجور عليا؟ يجور على القصر ولا الخزاين ولا التجارة؟ انا عندي اللي يكفيني لآخر الدنيا. تاجر السوق سكت، والغني مشي وراح دهن كل حيطان قصره العالي بمية الذهب، والقصر بقى عجب العجب. الغريب قبل القريب عرف الغني غني قد ايه، والغريب قبل القريب عرف اللي تملكه ايديه. والناس تشوف وتقول في الكلام لغاية ما جه يوم من ذات الايام. في اليوم ده جاله خبر عن امواله. دي تجارته كانت في الصحراء، والجمال محملة وشايلة حراير وزيوت وزمرد وياقوت، إلا والرمل عفرت وتجارته ضاعت في الصحراء. يا خسارة يا خسارة. لكن الغني قال خسارة ايه؟ على اي الاحوال انا عندي القصر، وفي القصر الخزاين، وفي الخزاين مال. لغاية ما جه يوم تاني من ذات الايام. في اليوم ده ما تعرفوش حصل ايه، ما تعرفوش ليه. البحر ميته عليت، والبحر ميته قامت وغرقت قصر الغني بكل ما فيه. الغني عمل ايه؟ قام من نومه جري من القصر يا دوب بجزمته وهدومه. والغني جار عليه الزمان، ولا بقى عنده لا قصر ولا مال. يا خسارة. والغني من بعد كل اللي جرى ما قدرش يقعد في البلد. مشي في الدنيا، راح اول بلد وعاش يلاقي لقمة عيشه. والغني اللي كان اشتغل صبي تحت ايد راجل حلاق، اللي يجيله يدوب على قد لقمته. وفي ليلة من ذات الليالي الغني اللي كان قاعد يحكي على اللي جراله من الزمان. الراجل الحلاق قال له غريبة، لكن ايه غلطتك اللي انت عملتها في دنيتك؟ انا ما غلطتش، ولا تحكي عن زمانك ولا احكي لك عن زماني. روح اشتغل عند حد تاني. واللي كان غني مشي في الدنيا راح تاني بلد وعاش يلاقي لقمة عيشه. الغني اللي كان اشتغل صبي تحت ايد راجل حداد، اللي يجيله يدوب على قد لقمته. في ليلة من ذات الليالي الغني اللي كان قاعد يحكي على اللي جراله من الزمان. الراجل الحداد قال له غريبة، لكن ايه غلطتك اللي انت عملتها في دنيتك؟ انا ما غلطتش، ولا تحكي عن زمانك ولا احكي عن زماني. روح اشتغل عند حد تاني. والغني اللي كان مشي في الدنيا راح تالت بلد. سبحان مغير الاحوال. اهي دي البلد اللي في يوم من الايام اشترى منها الذهب باكتر الاموال. دلوقتي علشان يلاقي لقمة عيشه مد ايده واشتغل شحات. رجليه اخدته
ودته عند التاجر اللي في السوق. مد ايده للتاجر طلب الإحسان، من بعد ما حكاله على اللي جراله من الزمان. وتاجر السوق قال له: غريبة، لكن ايه هي غلطتك اللي عملتها في دنيتك؟ الغني اللي كان المرة دي قال على غلطته: غلطتي اللي عملتها في دنيتي اني انا بدل ما ادي الفقراء من خلق الله ومن مال الله، بعزقت مالي على الذهب ودهنت بيه قصري العالي. ضحك التاجر في السوق وقال له: مادام قلت على غلطتك اللي عملتها في دنيتك، هقولك على الحكاية. انا يوم ما اديتكش دهب، يوم ما اديتك نحاس، وشلتلك مالك عندي امانة، وقلتلك لو جار عليك الزمان تعالالي، وادي انت جيت وادي كل مالك بالتمام وبالكمال. والراجل ما صدقش عينيه الا لما مسك المال في ايديه، اخد ماله ورجع بلده. اهل البلد اول ما شافوه قابلوه باحسن الاخبار، قالوا له: انت فين؟ ده البحر نزل وقصرك رجع لك تاني، وتجارتك بكل ما فيها رجعت من الصحراء بكل امان. الراجل سكت، واهل المدينة قالوا له: ساكت ليه؟ ما تتكلم. ولما اتكلم قال: مالي رجعلي وقصري بان وتجارتي رجعت في امان، لكن انا بقى اتعلمت من الزمان، الانسان على قد ما يقدر ما يغلطش، واللي يغلط لازم يقول على غلطته، وإن ما قالش هيشوف الويل في دنيته. حلوين توتة وحدوتة.